عليها. النقطة الثانية حبيت نتكلم عليها. قبل أشهر وسنوات كنا نسمعوا على واحد اسمه الشيخ الشيباني مارلبورو. الشيخ الشيباني مارلبورو هذايا كان شيكور تاع مارلبورو داير سويت وردة. أعتقد أنني كنت أول من تكلم على موضوع الشيخ الشيباني، ونزلت صورته سويت وردة وش يديروا وكذا وكذا. والحاني كما يقول لك الناس القايطة والبندير اللي يديروها عند الشيخ الشيباني، ولي زونفلوب تاع الدولار اللي يمدهم للجماعة وكذا، قصة قديمة. لكن كنا نقولوا أنه هذا الشيخ الشيباني مارلبورو يقف وراءه بوتفليقة، هو اللي دعم فيه بوتفليقة وجماعة ومنا وذا وفيهم. لكن بوتفليقة راح مات الله يرحمه، خوه في السجن، والناس اللي كانوا يدعموا فيه راحوا. ولكن الشيخ الشيباني مازال يتحكم في الجزائر، وأصبح يسير ويتحكم في الجزائر أكثر من وقت بوتفليقة. في وقت بوتفليقة كان شيكور، ومن بعد جاء وقت الرئيس الراحل عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمدة سنة تقريبا، نفس الشيء كان شيكور، وعرف فاش يشد عبد القادر بن صالح الله يرحمه. خدم له بنته مستشارة قانونية في دبي، راتب 20 و 30 ألف دولار مقعدي، وخدم زوجها إطار سامي في الإماراتية، شركة طيران إماراتية، باش يشد عبد القادر بن صالح. عبد القادر بن صالح بنته وراجلها كانوا خدامين عند الشيخ الشيباني في الإمارات. نعم، مات عبد القادر بن صالح الله يرحمه، بنته وراجلها ما زالوا في الإمارات. أوكي، الآن الشيخ الشيباني يستولي على أملاك العصابة اللي راهي في السجن. استولي على مصنع الزيت والسكر تاع كونيناف، شراه بالدينار الرمزي. استولى على مشاريع معزوز، المركز التجاري سونتر كوميرسيال تاع وهران والسونتر كوميرسيال تاع باب الزوار، الآن راهم ملك للشيخ الشيباني، يتحكم فيهم الشيخ الشيباني، ويعين من يشاء ويقيل من يشاء، ويتلاعب بأموال ملايير الخزينة العمومية الدولة كما يشاء، عن طريق الممثل تاعو اللي هو أفشل رئيس اتحادية البلوطة كرة القدم، شرف الدين عمارة. شرف الدين عمارة الآن يمثل الشيخ الشيباني 51% مدار، هو اللي راه شاري مصانع كونيناف السكر والزيت، هو اللي شاري مركز التجاري باب الزوار ومركز تجاري وهران، نقاوس في باتنا، وهو اللي راه مستولي على كل أملاك ما يسمى بالعصابة اللي راهي في السجن. السؤال مطروح، قضينا على عصابة جزائرية دخلناهم الحبس ونحينا لهم أملاكهم باش نمدوها العصابة إماراتية؟ فهمونا، يرحمك يا كونيناف، يرحمك يا معزوز، على الأقل كنا زيتنا في دقيقنا احنا في احنا. هاو نحينا المال الفاسدين اللي راهم في السجن باش نمدوه للشيخ الشيباني الإماراتيين. فهموا قسمنا درك البلاد وراهي رايحة، فهمونا وراهي رايحة البلاد. ماذا يحدث في الجزائر؟ لأننا نتكلم بأحكام قضائية، أنا عندي حكم قضائي وقرار مجلس فيه تفاصيل القضية. راح نتكلم على قضية الشركة اللي فيها معزوز مع الشريك السويسري، وراح نتكلم على التفاصيل في غاية الخطورة والأهمية. موضوع قنبلة بالعقل.